إبراهيم فايق لمّا بدأ الحلقة قال لك إيه بقى، قال لك إحنا عايزين عناوين سريعة للماتش بتاع الأهلي وبيراميدز، واستفتح وبدأ بالشمال، يعني اللي كان قاعد على شماله يعني الدكتور سيد عبد الحفيظ، وقال له: يا دكتور سيد إحنا عايزين عناوين سريعة عن الماتش. الدكتور سيد العنوان السريع بتاعه 4 دقايق إلا 10 ثواني. طب لو ما كانش عنوان سريع كنت قعدت فيه قد إيه؟ بس مش مشكلة. إيه رأيكم نسمع مقتطفات من العنوان السريع بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ؟ يعني المباراة طبعا حلوة قوي الصراحة. يعني أنا فوجئت في الدقيقة 82 إن المباراة وصلت للدقيقة 82. اتفاجئت في الدقيقة 82. ده فعلا ماتش جاي من الدوري الانجليزي، واحنا المستوى بتاعنا ما شاء الله مبهر زيهم بالظبط. سبحان الله، بس مش مشكلة. كمل عناوين. كانت أحداثها سريعة جدا وسريعة جدا يا سلام يا سلام، مدهش. كمل. وشرسة جدا وهجومية جدا وقعد على ربع رجل زي ما بيقولوا يعني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه قاعد على ربع رجلي؟ انا مش فاهمها. معلش يا كابتن سيد، يعني حاول، انت راجل دكتور واخد دكتوراه فخرية قبل كده، فحاول تنزل بمستوى تفكيرك لدماغنا معلش. يعني حاول تفهم، ولا بلاش، مش لازم نفهم يعني ايه ربع رجل. المهم عشان اوفر عليكم الكلام الكتير، كابتن سيد، لا كابتن ايه، دكتور سيد عبد الحفيظ فضل يدافع عن كابتن البنا ولا اكنه اخوه. اخويا مش صاحبي وزميلي من وانا بحبي. ومبرر الدكتور سيد في الدفاع عن كابتن البنا ان هو لا البلن حسبه ولا الكارت الاحمر حسبه، ده الفار هو اللي ندهله والراجل راح شافهم، بعد كده رجع حسبه. بس مش مشكله يا عم، ده رايك وانت حر فيه. الفكره لما سالت عن تقييمك لكابتن البنا قلت 8 او 9 من 10، بس بعديها على طول فاجئتنا بجمله غريبه جدا. ترى انه البنا النهارده كان منصفا. الحق البنا اه أنا شايف إنه كان كويس جدا. كويس كان جدا. كويس تديله جدا. كام من 10؟ كان كويس جدا. أديله يعني مثلا ممكن 8 9 من 10. 8 من 10. أيا كان بقى حالة الطرد دي أنا ما أعرفش في القانون. لكن أنا أشوف إن هو كان موفق جدا. طيب يا جدع، ولما انت ما بتفهمش في القانون اديته 8 او 9 من 10 بناء على ايه؟ وانت راجل على كلامك لا تفقه في القانون شيء. بس مش مشكله، يعني هي جت على دي هنعديها، ده لسه اللي جاي كتير، لاننا لو فضلنا واقفين على الواحده هنتعب منك يا دكتوره.